احنا الصبح مقدمين شكوى وحاطين فيها الفيديو اللي عمل الحركات القذره عملها لامك واختك، ما تعملهاش احنا. قله ادب وسفاله وانحطاط. احنا متحملين ان الموضوع ده مش هيعدي. هو الحكم جاي قبلها بيومين اللي مش فاهم بصراحه، مش مشكله. في كوره لفتت نظري، انا قعدت اضحك. فاكرين الكوره اللي جت في العارضه ومشيت؟ حد يقول لي مين اللي شاطها؟ ارجعوا تاني الماتش كده. حد يقول لي مين اللي حد شاط الكوره دي خالص؟ الكوره ماشيه لوحدها تتأهل لوحدها، وبعدين راحت داخله شمال لوحدها وخبطت في العارضه لوحدها. عايزين يا جماعه نلعب راجل لراجل. يا ما هو الجن ده مروان محسن ما كانش متمرن يعني سقفز جايب جن بيحط كرة في العارضه يعني حتى الجن مش نافع. عايزين ملاكها يا جدعان عشان يجيبها جول. سمعتوا انه السيد امير مرتضى منصور هو اللي قال نهدى شويه، يعني هو اللي طلب تأجيل والهدوء والتريث، وهو من انصار استمرار فيريرا. فقال لك طيب نأجل لحد النهارده. يعني بالفعل النهارده الظهر او العصر عقد مجلس الاداره اجتماع مطول، وكل واحد اتحطت قدامه ورقه اكتب رايك ايه في موضوع فيريرا، يقعد ولا يمشي. فلما جمعوا الورق فلقوا الكل اجماع رحيل فيريرا، لكنه تاني جه صوت تاني قال لك طيب ما تدوله فرصه 3 مباريات القادمه في الدوري العام، وخلاص دول نهايه الدور الاولاني وبعدها ناخد القرار، خصوصا انه الشرط الجزائي بيفوق $500,000. تتكلم في رقم وقدره. يعني مين اللي جاي يستنى دوره جاي يسيبوه؟ انا عايزه حي. لازم يكمل فيريرا لغايه ما خرجوا من كل البطولات، خسرهم كاس لوسيل، السوبر المصري، ادي الدوري والديربي قصان. طيب ان شاء الله باذن الله خسرهم افريقيا وكاس رابطه وبعدين يمشي بقى.